إخواني أخواتي، مساء الخير ومرحبا بالجميع. كان أسبوع في ألم، في الحزن اللي مشى ضحيته جوج ديال الشبان مغاربة اللي تقتلوا من طرف العسكر الجزائري. خرجوا لنا بعض الخونة ديال البلاد اللي باغيين يبرئوا هذه الجريمة بأي طريقة وبأي وسيلة وبالكذوب. وأخيرا يا المسخ، يا خائن الوطن المدلول اللي ما عندوش غيره وحرقه على وطنه وولادو موتو حسن لي من عيشته. عرفتوا هذا شكون؟ هذا ريان الخائن، حواز الكابرانات، متعلم الكابرانات، قافوه ودال ديال الكابرانات. هذا هو عنوانك يا المدلول، يا اللي بايع عروق جدودو. طرتي حتى للسماء ونزلتي، بغيتي تبرأ هذه الجريمه على انه الشبان اللي تقتلوا من طرف العسكر الجزائري كانوا هربانين، ونزلتي عليهم التهام. الله يرحمهم، القرطاس من السماء والقرطاس من الارض، وانت عاكا تصول وتجول في ذاك الفيديو ديالك. بغيتي تبرأ هذه الجريمه باي طريقه، لانك مشري من طرف الخونه، لانك مشري من طرف الكابرانات، لانك كتميل ليهم. وصرحتي في كلامك على انه هاد الشبان هما اللي ظالمين، هما اللي داروا واو بزاف وبزاف في الفيديو ديالك. يا وجه الشر، يا المدلول، يا المعتوه، ما راعيتيش الوالدين ديالهم، وما فيكش الانسانيه، ما فيكش الرحمه، ما راعيتيش الوالدين ديالهم اللي قلوبهم تحرقات عليهم. راه ماشي سهله، واش غادي يولدوه من جديد؟ لا ابدا، راها صعيبه وصعيبه بزاف يا المدلول. ولكن إن الله يمهل ولا يهمل. جرد أخيرا، هذا الرد حرق لك وجهك، هذا الرد خصو يخلي وجهك في الأرض. جرد ديال المعتوه، يا المسخ من السلطات الجزائرية ووزارة الدفاع الجزائري اللي كتعترف بمقتل هاد الشبان المغاربة في سواحل السعيدية. الجزائر اعترفات، وانت يا خائن بلادو بغيتي تغطي هاد الجريمه بالكذوب. يلا دابا خرج دير فيديو على هاد الشيء. هذا الا كنتي راجل، واخا ما فيكش حس الرجوله من عد ما فيك، الانسانيه من عد ما فيك بصفه نهائيه، خرج وواجه الانفصاليين ديالك اللي كيطلعوا عندك وكيصفقوا لك وكيديروا لك دوك التعاليق، دوك الخونه ديال البلاد. وبركه ما تعايرنا، بركه ما تعيب في المغاربه الاحرار على اننا عياشه، وعياشه وبكل افتخار عياشه لاننا مغاربه. هذه راها بلادنا، بغض النظر على بزاف الحوايج كتبقى بلادنا، تزدنا فيها وولدنا وليداتنا فيها جدودنا كانوا فيها. راه ما يمكن ليناش نساو ولادنا، ما يمكن ليناش نخونوا بلادنا ونساو فيها وليداتنا اللي تربوا فيها وجدودنا اللي كانوا فيها. هذه ارضنا، حنا ما جيناش مهاجرين وحطينا فيها رحيلنا، لا ابدا يا المدلول، يا خائن الوطن. وبركه ما تهين سيادك. قال لك هذا المعتوه، هاد خائن الوطن، الى دلعات الحرب مع الجزائر كونوا على يقين، هو راه متاكد كيحلم بالشينويه باللي العلويين غادين يتمحاو. واش من نيتك يا المعتوه؟ واش من نيتك يا المسخ؟ واش من نيتك يا الخانز؟ ان شاء الله غادي تمحى انت، لانك ما لايق حتى الحاجه سوى انك تضرب في المغرب والمغاربه وملك البلاد. اسمع يا ريان المسخ المدلول، احنا دائما عياشه ونفتخر، دائما الله الوطن الملك. وشرب الحر، شرب البحر. وشكون اللي قال لك حنا باغيين الحرب؟ لا حاشا، الجزائريين، الشعب الجزائري، حنا ما عندنا معاهم حتى شي مشكل. واخا البعض خرجوا في الحداده وهزوا الرايات ديال دوك اللي ما كيتسماوش وطلقوا الزغاريت ديالهم، ولكن هادو في الاصل خونه، هادو في الاصل خونه ديال البلاد. ما كيهموناش، احنا اللي كيهمنا الشعب الجزائري اللي مقهور من طرف الكبرانات، اللي مظلومين من طرف الكبرانات اللي واكلين لهم رزقهم وتيعطيوه لواحد اخرين يتمتعوا به. هادوهم حنا هما اللي تيهمونا. حنا ما باغينش الحرب مع الجزائريين، حنا عندنا مشكل مع النظام المعتوه، النظام الحمق
نظام المسطي اللي بايع اصله. الله يبين الحق. وهذا واحد صحفي اللي هو احمد داوود، صحفي نعلة الله وعليك، الله ينعلك، الله ينعلك على التدوينه ديالك، باش تعرفوا على انه هاد الناس الاغلبيه فيهم حاقدين على المغرب، كيكنوا لواحد الكراهيه كبيره المغاربه. نظام حقير، نظام ما عنده لا دين ولا مله. حنا هادشي اللي عندنا، هذا هو المشكل اللي عندنا حنايا، ما عندنا حتى شي مشكل اخر مع الشعب الجزائري. اما هذا احمد داوود فهو من صحاب الكبرانات، حتى هو من صحاب الكبرانات، بالسيف يخرج بديك التدوينه. اما عن مقتل الشاب الجزائري تنقول لكم انه كاين شي حاجه ما راكباش على بعضياتها، كاين شي حاجه ما هياش، لانه كانوا جوج ديال السيارات مرقمين بترقيم ديال الخارج، وبطبيعه الحال كاينه سياره اخرى اللي هي تيغوان مرقمه برقم ديال المغرب. كان واحد النزاع مع هاد الاشخاص اللي في هاد السياره، وقع نزاع حاد ما بيناتهم، ولكن هاد الشاب الجزائري اللي مشى ضحيه الله يرحمه، كان معاه واحد الصديق ديالو. من وقع النزاع ووقعات الواقعه، هذاك الشاب الجزائري ركب في السياره الاجره ولا ما عرف شنو ومشى المستشفى. ولكن الغريب في الامر وهو انه الصديق ديالو ركب في السياره من دوك السيارات وهرب لحد الساعه. اذا كاينه شي حاجه ما راكباش، كاينه شي حاجه ما واضحاش. ولكن الحمد لله عندنا قانون في البلاد، عندنا امن في البلاد، وكاين كاميرات اللي غاديين بهاد الكاميرات غادي تعرفوا بزاف ديال الحوايج. اخواني اخواتي، كان هذا ردي على المهتوه الخائن ديال الوطن. اخواني اخواتي، نتلاقى معكم فيديو جديد وكلام جديد وقصه جديده ان شاء الله، وشكرا لكم.